هو في ايه؟ لا بجد في ايه؟ واحنا هنخلص امتى من الغلا اللي احنا فيه ده؟ هنلاقيها من لحمه ولا من فراخ ولا من ايه ولا من ايه؟ طب ما تيجوا نعرف كده امتى هنشم نفسنا والدنيا تفك شويه. انا محمد البسيوني وده اقتصاد منزلي، تابعوني على كل المنصات واوعوا تنسوا اللايك والشير والفولو. تعالوا نعرف في الاول الاسباب والوضع الحالي، وفي اخر الفيديو هنعرف امتى الدنيا تهدى شويه. بس خليني اقول لكم في الاول كده مثل انا على طول بقوله عشان محدش يجي يقول لي انت على طول بتسود الدنيا في وشنا. يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. وعلى فكره موجه الغلا دي ليش العالم كله، مش بس عندنا في مصر. يعني حتى مثلا اللي عايشين في استراليا بيقولوا خلال اخر سنتين الاسعار زادت الضعف تقريبا، وده مش كلامي، ده كلام مصطفى صاحبي اللي لسه مهاجر استراليا من فتره قصيره. طب هو ايه اللي حصل؟ ما تروحوا كده تعلقوا على الشاي وتعالوا نتكلم شويه. في اخر ازمه كورونا وفي بدايه كده 2022 جه الرفيق بوتين في شهر 2 2022 قام داخل اوكرانيا. وهقول لكم ده ايه علاقته بينا. روسيا واوكرانيا اكبر مصدرين للقمح في العالم، والناس راحت للبدايل، حتى البدايل نفسها كانت شينه. كندا مثلا كانت بديل كويس جدا، بس بسبب الجفاف حصل لهم فره في محصول القمح بتاعهم. هتقول لي الله وانا مالي يا لمبي؟ هقول لك ما احنا مش بناكل زلط. بعدين العيش ده البلد بتجيبه منين؟ ما احنا بنجيبه من بره. علشان لما اتفرضت عقوبات على روسيا علشان الازمه بتاعت اوكرانيا مش عارفه تطلع القمح اللي عندها، فسعر الحاجه هنا وهنا زاد. علشان زيها زي اي سلعه سعرها بيتحدد على اساس العرض والطلب. ومش بس كده، البترول كمان سعره زاد. وخد معاها بقى اي حاجه معتمد عليها البترول ومشتقاته زي الغاز الطبيعي مثلا اللي محطات الكهرباء شغاله بيه. فلو الدول اللي بتستورد بالغالي بتاخد الحاجه بسعرها المتضخم اصلا، لدرجه خلت نسبه التضخم عالميا توصل ل 10%. ده غير بقى واللي زاد وغطى كمان قيمه العملات اللي بتقل قدام الدولار. علشان ايه بقى؟ علشان قرارات الفيدرالي برفع الفايده من شهر 2 او 3 2022 علشان يقدر يحتوي نسبه التضخم عنده. فكل الاموال الساخنه اللي كانت استثمارات في الاسواق الناشئه خدت بعضيها وراحت على امريكا. طب انا وانتي علاقتنا ايه بالكلام ده كله؟ هقول لك كل المخمضه دي عملت ازمه في سلاسل الامداد. يعني الحاجه بقت صعب انها تتجاب، وان اتجابت تتجاب بالغلا. طب ندخل بقى في اللي كنا بندور عليه، الدنيا امتى هترخص او نبتدي كده نشوف اي نور وسط الضلمه دي؟ بس ضلمه بضلمه بقى. خليني اقول لكم ان نص العالم السنه دي داخل على مرحله ركود اقتصادي. خليني بس اقول لكم ان اقصى طموح لاي حد فينا السنه دي، وده الواقع، ان الحاجه تبطل سعرها يزيد. يعني تقف عند حد معين ما تزيدش، مش هنفكر خالص انها تنزل، احنا غلابه خالص. طب الاستقرار ده هيحصل امتى؟ هيحصل الاستقرار ده لما اسعار الصرف بتاعت الدولار تستقر قدام اي عمله تانية، ويبقى في احتياطي نقدي كفايه عشان نقدر نستورد. بس في اقتصاديين متوقعين ان الذروه هتوصل من اول رمضان لغايه نص السنه دي. طب ليه؟ هنرجع لفيديو سعر الصرف المرن. بيقول ايه فيديو سعر الصرف المرن للي ما شافهوش؟ بيقول انه لو في ضغط على العمله الاجنبيه او الضغط زاد على العمله الاجنبيه، قيمه العمله المحليه هتقل قدام العمله الاجنبيه، والعكس صحيح. فالايام الجايه الضغط على العمله هيزيد علشان دخلت رمضان وفتح الاستيراد. والمفروض التوقعات بتقول انه بدايه من النص التاني من السنه لغايه اخر السنه الاسعار تبدا تهدى شويه. بس هو فعلا ده هيحصل؟ انا بقول ممكن، بس ده احتمال ضعيف. احنا علينا نعمل ايه؟ نحاول نزود دخلنا باي طريقه، وكنت عامل فيديو بامثله مخصوص ازاي نزود دخلنا. والاهم من ده كله اننا نجيب الاساسيات بس. عشان كده اول حاجه قلتها قبل ما نتكلم في اساسيات قلنا نزود الدخل، واللي تقدر تشتغل من بيتها تعمل كده، واللي يقدر يشتغل بعد شغله او في اجازته يعمل كده. وبرضه معلش حابب اقول تاني ان كل اللي احنا فيه ده جزء من الدوره الاقتصاديه. يعني اللي احنا فيه ده مش هيطول وربنا يسترها ان شاء الله. ما تنسوش بس والنبي في الاخر تشتركوا في قناه اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس.